السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأصدقائي وعائلتي الكريمة. اليوم أقدم لكم أحدث الأخبار وأهمها عن اللاعبين المغاربة بأسلوبنا المميز وبمصداقية تامة. لنبدأ على بركة الله. تستعد إدارة نادي باريس سان جيرمان للإعلان رسميا عن تمديد عقد الدولي المغربي أشرف حكيمي حتى صيف عام 2029. على الرغم من العلاقة الإيجابية بين حكيمي والنادي والمدرب لويس إنريكي، إلا أن هذه الخطوة أثارت توترات داخل الفريق. وفقا لما ذكرته صحيفة لودي سبور الفرنسية، يتمتع حكيمي بحرية كبيرة في أسلوب لعبه تحت قيادة المدرب الإسباني، حيث يسمح له بالتقدم الهجومي وصناعة اللعب بحرية، مما يعزز من راحته وأدائه داخل الملعب. في المقابل، يواجه البرتغالي نونو مينديش صعوبات في تحقيق نفس الحرية التكتيكية، ما أدى إلى تراجع دوره إلى الجوانب الدفاعية فقط وشعوره بالإحباط. نتيجة لذلك، يفكر مندش جدياً في مغادرة الفريق، خاصة مع اهتمام أندية كبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز بضمه، أبرزها نادي مانشستر يونايتد. قرر الناخب الوطني أوليد الركراكي استبعاد قائد المنتخب المغربي السابق رومان سايس من خططه المستقبلية، وذلك تزامناً مع توجهه نحو تجديد دماء الفريق وإعطاء الفرصة لجيل جديد من اللاعبين. يعزى هذا القرار إلى أن يتقدم سايس في العمر، حيث سيبلغ 35 عاماً في مارس المقبل، بالإضافة إلى تراجع مستواه الفني. في المقابل، برز المدافع الشادي رياض لاعب كريستال بالاس الإنجليزي كخيار أساسي في خط الدفاع، مما عزز من موقف الركراكي لاستبعاده سايس. وبحسب مصادر من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يهدف الركراكي إلى تشكيل فريق شاب يمتاز بالخبرة والجاهزية البدنية، استعداداً للمشاركة في البطولات القارية والدولية. ورغم استبعاده من قائمة المنتخب، فإن المدرب حافظ على تواصل شخصي مع سايس بفضل العلاقة القوية التي تربطهما، مع التأكيد على أن هذا القرار مهني بحت ولا يمس صداقتهما.